الشاب ده كان عنده مطعم لكن عمل حادثه وللاسف فقد الذاكره. بيقولوا ان انا عملت حادثه، انا مش فاكرها، وعملت كذا عمليه في دماغي، وطلع عندي مطعم، فاجئوني ان عندي مطعم. لدرجه اصلا ان هو مش فاكر ان هو صاحب المطعم ده. هنروح النهارده ندعمه وكمان نفكره ان هو عنده مطعم ونشوف هل هو فعلا فاكر الكشري بيتعمل ازاي ولا لا. تعالوا نشوف النهارده كشري سبوت هيبقى رايق ولا هنتضايق، وندعم اخونا عبد الله وباذن الله يرجع احسن من الاول والمطعم يبقى مطعم واثنين وثلاثه. يلا عند معرض الحوت دوت، هتخش يمين هو على الشمال اللي جاي ده. بصوا هو ده عبد الله، تعالوا نشوف فاكر الكشري بيتعمل ازاي ولا لا. عامل ايه؟ الف سلام عليك. بصوا الفيديو ده انا مش هقول اسعار بقى ولا الكلام ده كله، احنا جايين ندعم اخونا عبد الله ونجربه باذن الله يتعرف اسماعيليه كلها. ده كده شكل الكشري، لا ما شاء الله. هل بقى انت بتعرف من حوار ان هي بيت او مش بيت من الصلصه دي؟ الله ينور يا عبد الله، ما شاء الله صلصه بيت حرفيا. كشري بيت جامد والله يا ابني، ربنا يبارك لك والله ما شاء الله. بص انا ماليش في الكبده قوي بصراحه. بسم الله. تعالى بقى الحواوشي ده، بص كميه حشو هنا والتخن ده، وعلى فكره هيطلع لكم كده زي التصوير، ما تقلقوش يعني من الحته دي. بسم الله. حلو قوي ان شاء الله، لحمه جامده جدا. الحمد لله عبد الله لسه فاكر الكشري بيتعمل ازاي والحواوشي. ما تنسوش تصلوا على النبي، وكمان نجرب كشري سبوت وندعم اخونا عبد الله. استنوني في حلقات جديده، سلام.